هل حصل معاك قبل كده انك خلصت فيلم او مسلسل طويل او كتاب وعجبك جدا، بعدها حسيت بفراغ غريب كأنك تايه ومش قادر ترجع للواقع بسهولة، وعقلك لسه غارق في عالم القصة كأنها لسه مكملة؟ اللي بيحصل ده مش مجرد احساس، ده فعلا حالة حقيقية علمية. العلماء بيسموها اكتئاب ما بعد القصة. الدماغ وقت ما بتكون مندمج في مسلسل او رواية قوية مش بيشوفها كخيال، لا بيتعامل معاها كأنها حياة حقيقية فعلا، بيعيش الاحداث وبيتعاطف مع الشخصيات وبيفرز هرمونات زي الدوبامين والاكسيتوسين اللي بيدوك احساس بالمتعة والعاطفة تجاه العالم دي. ومع الوقت بتبدأ تبني علاقة عاطفية غير مباشرة مع القصة نفسها، فلما القصة تخلص فجأة يحصل كأنك فقدت حد قريب منك، فبيبدأ الدماغ يحس بفراغ وبيحاول يتمسك بالأحداث والذكريات عشان يملأ الفراغ العاطفي اللي حصل. عشان كده بتلاقي نفسك بتفكر في القصة طول الوقت. والأغرب من دي إن الدراسات بتقول إن الحالة دي ممكن تفضل معاك لحد أسبوعين كاملين، لحد ما مخك يعيد ضبط نفسه ويرجع يتفاعل مع الوقت الطبيعي تاني. وده بيأكد إن العقل البشري مش بيفرق بين الخيال والواقع، وإن إزاي القصص والأفكار ممكن تلمسنا على مستوى أعمق مما نتخيل. فهل حصل معاك الموضوع ده قبل كده؟ وإيه أطول مدة استمر معاك فيه؟ اكتب لنا في التعليقات.